وبيبدأ فيلمنا بمشهد مثير جدا مع طيارة بيكون فيها بعض الصناديق خارجة منها ومتعلق فيهم شاب اسمه نيت، واللي كان بيهرب من بعض المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوه. وعلى آخر لحظة بيقدر إنه يطلع على الطيارة مرة تانية، لكن بيتفاجئ بعربية نازلة منها بتخبطه وبتوقعه مرة تانية. وفي الوقت ده بنرجع للماضي لأكتر من 10 سنين، وبنشوف نيت وأخوه الكبير سام واللي كانوا حرامية محترفين، وكانوا داخلين المتحف في نيويورك علشان يسرقوه. ولما نيت بيشوف خريطة كنز شهيرة جدا بيكون مبهور ومش مصدق نفسه. وهنا سام بيقول له ان حلمه ان في يوم من الايام يوصل لمكان الكنز ده ويبقى ملكه. وفي الوقت ده بيدخل عليهم امن المتحف وبيتقبض عليهم، وبياخدهم الامن الملجأ الايتام اللي اتربوا فيه، وبيحكوا للراهبة المسؤولة عنهم وبيقولوا لها انهم هيعفوا عن نيت، لكن سام مش هينفع لان سنه كبير ولازم يتعاقب. فبيطلع سام لأوضته علشان يجهز شنطة هدومه، وبيطلع ورا نيت علشان يودعه. بس هنا بنعرف ان سام هيهرب وبيدي لاخوه السلسلة بتاعته، وبيوعده انه هيرجع في يوم من الايام. وبعدها بننتقل للوقت الحاضر، وبيكون نيت كبر وبيكون شغال عامل في بار. واثناء ما هو بيقدم مشروب للبنت وبيفضل يتكلم معاها، بنتفاجئ انه بيسرق المجوهرات اللي كانت لابساها بطريقة ذكية جدا. ولما بيدخل البار علشان يكمل شغله بيكون في شخص قاعد اسمه سوليفان، وبيقوله ان فعلا حرامي محترف، لانه قبل حتى ما يسرق المجوهرات من البنات قدر انه يحدد شخصيتها وازاي هيقدر انه ينفذ عمليته. وبيعرض عليه يشتغل معاه وبيقوله انه هيشوف اللي عمره ما حلم انه يشوفه، لكن نيت بيرفض وبيطرده من المكان. فبيمشي سوليفان، لكن نيت لما بيجي يتأكد على وجود المجوهرات في جيبه مش بيلاقيها، وبيلاقي مكانها كارت فيه عنوان ورقم سوليفان. وساعتها بيعرف ان هو اللي اخده، فبيقرر انه يروح له بالليل. وبيقرر انه يسرق مفتاح البيت وبيدخل، وهناك بيلاقي كتب كتير جدا عن التاريخ، وبيتفاجئ بالخريطة اللي شافها في المتحف هو واخوه من 10 سنين. وفي الوقت ده بيظهر سوليفان وبيكون محضر لنيت مشروبه المفضل، وبيقول له ان اللي بيدور عليه في درج المكتب. وفعلا نيت بيفتح وبيلاقي المجوهرات بتاعته، وبيسأل بعدها سوليفان عن الخريطة. وهنا سوليفان بيقول له انها خريطة كنز القبطان المعروف الكانو. وبيفاجئ سوليفان نيت لما بيقوله ان قيمة الكنز دي بتعدي ال5 مليار دولار. وبيفاجئوا اكتر لما بيعرفوا انه كان صاحب اخوه سام، وعلشان يثبت له صحة كلامه بيوري له صورته مع سام اخوه، لحد ما اختفى سام بطريقة غريبة. بس على الرغم من كل ده نيت مش بيوافق وبيقوله انه مش واثق فيه علشان يروح معاه رحلة زي دي. ولما بيروح يفتح جوابات اخوه بيفتكر كلام سوليفان لما قال له انه ممكن اثناء رحلة بحثهم عن الكنز يلاقوا سام. هنا بيقرر انه يكلمه وبيقول له انه هيكون معاه في المهمة دي. وتاني يوم بيتقابلوا هما الاتنين، وبيعرف سوليفان نيت ان الغرفة اللي فيها الكنز بتتفتح بمفتاحين، وبيعرفوا ان معاه مفتاح من المفتاحين والتاني بيكون موجود في المبنى اللي قدامهم وهيتعمل عليه مزاد علني. وبتكون مهمتهم هي انهم يسرقوا المفتاح من المبنى قبل ما يتباع. وبيبدأ نيت يحط خطة لسرقة المفتاح، لكنه بالمرة بيدخل يبحث أكتر عن سوليفان، وبيعرف إنه كان طيار في الجيش واتقبض عليه بتهمة سرقة متحف، وبيعرف إنه لازم ياخد باله منه. وبيوصلوا للمكان اللي فيه المزاد، وبتشاور واحدة اسمها بارادوك لنيد، لكن سوليفان بيحذره منها وبيقول له يبعد عنها. وهنا بيبان ان بارادوك تعرف سوليفان، وبتقول له ان عارفة خطته انه عايز يسرق المفتاح وهي مش هتسمح له بده. وفي الوقت ده بيكون نيد بيتفرج على المفتاح وبيجي له شخص اسمه سانتياجو، وبيفضل يكلمه عن تاريخ المفتاح، وبيقول له ان عيلته فضلت تدور عليه لعقود وانه اتصنع في مدينة برشلونة. وبيقول لنيت انه مستعد يدفع اي فلوس علشان يحقق حلم عيلته. وهنا بيجي وقت تنفيذ الخطة، لكن برادوك بتكون مركزة مع نيت وبتعرف انه بدأ في خطته، وعلشان كده بتأمر رجالتها علشان يمشوا وراه. ولما بيدخل نيت لمكان كابينة الكهرباء علشان يفصل النور، بيجي واحد من رجالة برادوك وبيرميه على الارض، والناحية التانية بيوصل المفتاح لمكان المزاد، وبيكون سانتياغو عايز ياخد المفتاح فعلا. وعلشان كده سوليفان بيحاول ان يعطله على قد ما يقدر لحد ما نيت ينفذ الخطة. لكن نيت في الوقت ده كان بيطحن وبيضطر ان يهرب من رجالة برادوك قدام الناس كلها، وعلشان كده المسؤولين عن المزاد بيخافوا على المفتاح وبيقرروا انهم يرجعوه مكانه. وهنا سوليفان بيكون متنكر على هيئة واحد من العاملين، وبياخد المفتاح وبيخرج من المكان وبيركب العربية اللي مستنياه، وبيتفاجئ ان نيت جنبه، لكنه بيكون متضايق جدا انه مشي حتى من غير ما هو يعرف. لكن هنا سوليفان بيعرف نيت ان لازم في شغلتهم دي يعتمد على نفسه بس، وبيعرفوا انهم هيسافروا برشلونة علشان هو ده المكان اللي موجود فيه الكنز. وفعلا تاني يوم بيركبوا الطيارة اللي هناك،
لكن نيد بيقرا في مذكرات القبطان ان كنزو مش في برشلونة، لكن في حاجة هتوصلهم ليه هناك، لان اخر مكان هو كان موجود فيه كان الفلبين. وبيوصل لبرشلونة وهناك بيقابل واحدة اسمها كولي، وبتفضل تزعق له سوليفان لانه سافر من غير ما هي تعرف. ولما بيسألوا نيت عنها بنعرف انها من ضمن اللي مع سوليفان للبحث عن الكنز، وبيحذروا منها سوليفان لانها مش سهلة وممكن تكون سرقت منه المفتاح من غير ما ياخد باله اصلا. والناحية التانية واثناء ما بارادوك بتقول لسانتياغو انها فشلت، بتيجي كولي وهنا بنعرف انها في الاصل كانت بتشتغل معاه. وتاني يوم بيكون نيد بيجهز الشنطة بتاعته علشان يرجع مرة تانية، لكن سوليفان بيجيله وبيقوله ان لو مشي دلوقتي يبقى بيسيب حق اخوه وبيمشي. وساعتها بيقتنع نيد وبيقوله انه عارف طريق جزيرة الكنز. وفي نفس الوقت ده بيكون سان دييغو بيجهز طيارته للسفر، وبيأمر واحد من رجالته انه ياخد معاه عربيته النادرة على العربية. وهنا بنشوف ان نيد وسوليفان كانوا بيراقبوهم، وبيقرروا انهم يستخبوا على الطيارة من غير ما حد يشوفهم. وبتتحرك الطيارة فعلا، وبيبدأ سانتياغو يتكلم مع بارادوك وباقي الرجالة عن الكنز وتاريخه. لكننا بنتفاجئ بانه قبل ما يكمل كلامه بتيجي بارادوك وبتذبحه علشان تاخد الكنز ليها، وبعدها بتأمر رجالتها يلاقوا كولي ويقتلوها هي كمان. واثناء ما هي بتدور عليه بيظهر نيت وسوليفان اللي كانوا مستخبيين في عربية سانتياغو، وبيخرجوا من العربية وبيشوفوا اللي حصل. لكنهم بياخدوا خريطة وبيكونوا عايزين يلاقوا مظلات في اسرع وقت علشان يهربوا، وفعلا بيلاقوا مظلات. لكن نيت بيواجه بارادوك بالحقيقة وبيسألها اذا كانت قتلت اخوه، بس هنا رجالتها بتضرب عليهم نار وبيقدر سوليفان انه ينط من الطيارة، لكن علشان الباب بيكون مفتوح الصناديق اللي في الطيارة بتقع، وللأسف بتشبك رجل نيد في واحد من الصناديق وبيقع معاهم. وساعتها بنرجع لمشهد البداية في الفيلم، وبالليل بيكون نيد قاعد بيتفرج على صور وجوابات اخوه يمكن يلاقي اي حاجة توصله لمكان الكنز. وبعد ما بتتعب كولي بتروح تنام، وبيكمل نيد بحث لحد ما بيوصل لجواب من الجوابات بيكون مكتوب بالحبر السري. ولما بيفكه بيلاقي سام كاتب ان المفاتيح هي اللي هتوصله للكنز. وساعتها بيحط نيد المفاتيح على خريطة، وبيقدر فعلا انه يوصل لمكان الكنز بالتحديد، لكنه بيكتب احداثيات مكان غلط علشان يشوف اذا كان كولي هتخونه برضه ولا لا، وبيروح ينام. وبعد شويه بتصحى كولي وبتشوف الاحداثيات، ولانها بتكون اصيله فبتخونه برضه وبتروح علشان تاخد الكنز. ولما بيصحى ومش بيلاقيها بيعرف اللي عملته، لكنه المره دي بيكون ضحك عليها وبيكمل هو في طريقه للمكان الصح. لكن للاسف بتكون بارادوك مراقباه هي ورجالتها وبيمشوا وراه، وبيوصل نيت لنفق في البحر. ولما بيعوم شويه بيتفاجئ أخيرا بالسفينة اللي بيكون موجود فيها الكنز، وسفينة تانية كانت للطاقم. ولما بيدخل سفينة الكنز بيتفاجئ بوجود سوليفان اللي بيعرفه انه كان بيمشي وراه عن طريق البرنامج اللي معاه. وبعدها بيبدأوا يدوروا على الكنز وبيلاقوا متخزن في براميل على السفينة. وفي الوقت ده بيكتشفوا ان بارادوك هي كمان كانت بتراقبهم، فبيستخبوا. وبتيجي بارادوك ورجالتها وبيشوفوا الكنز، وبيطلبوا طيارة تيجي ترفع السفينة اللي فيها الكنز وسفينة الطاقم. فبيحط سوليفان بعض القطع الذهبية في شنطته، وبيخرجوا على رجالة بارادوك وبيهجموا عليهم. وبيوصل سوليفان للطيار وبيوقعه وبيسوق هو الطيارة. وفي الوقت ده بيحاول نيت ان يوصل للطيارة مع سوليفان علشان يهرب، وبتكون بارادوك وراه عايزة تقتله. بس هنا سوليفان بيضحي بالذهب اللي جمعه وبيرمي الشنطة على بارادوك فبتقع في المية. وبيكون سوليفان حزين على الكنز اللي غرق وما استفادوش منه اي حاجة، بس هنا بيفاجئوا باكتر من قطعة كان مخبيهم في جيبه. فبيفرح سوليفان جدا وبيكملوا طريقهم بالطيارة لحد ما بيرجعوا لنيويورك مرة تانية. وقبل ما ينتهي فيلمنا بنتفاجئ ان لسه سام اخو نيت عايش، لكنه بيكون مسجون وبيكتب جواب لاخوه. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.